النهارده الاثنين 3-1 في مباراة في الدوري الانجليزي ما بين نادي ليفربول وبرايتفورد. المباراة في الاسبوع 19 من الدوري الانجليزي بريمير ليج. في حدث تاريخي النهارده. خلال المباراة ديت بينتظر النجم والفرعون المصري مو صلاح فخر العرب. الحدث التاريخي اللي ممكن يحدث النهارده ان النجم والفرعون المصري مو صلاح منذ انطلاقه وعصر الدوري الانجليزي سنه 1992 الهداف التاريخي لليفربول خارج ارضه هو مايكل اوين. النهارده لو مو سجل هدف لليفربول في برايفورد خارج ارضه، هيكون مو صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول خارج ارضه منذ عصر انطلاق الدوري الانجليزي سنه 1992. فمو صلاح النهارده وخلال مباراته مع نادي برايفورد في الدوري الانجليزي بريمير ليج والاسبوع 19 على موعد مع التاريخ وحدث تاريخي. لو حدث النهارده هيكون الفرعون مو صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول خارج ارضه، وبيحطم اسطوره وعصر مايكل اوين اللي هو الهداف التاريخي لليفربول خارج ارضه. فمو صلاح النهارده على موعد للتاريخ وحدث تاريخي. لو حدث النهارده المباراه النهارده الساعه 7:30 في الدوري الانجليزي بتوقيت القاهره في الاسبوع 19. الاهلي المصري بيكتسح نادي بيراميدز ب3 أهداف وبيتصدر الدوري المصري بعد النادي الزمالك ما خسر امام نادي اسوان. المباراه جرت امس وكانت المباراه عباره عن سيطره اهلاويه في ظل تواجد جماهيري واحتشاد الجماهير داخل المدرجات، وكانت هناك لفته انسانيه بحضور نجم النادي الاهلي مؤمن زكريا. مؤمن زكريا احتفل به الجماهير الاهلاويه واحتفل به لاعبين النادي الاهلي على طريقتهم الخاصه، واكتسحوا نادي الاهرام اللي هو نادي بيراميدز ب3 أهداف مقابل لا شيء. وتصدر النادي الاهلي الدوري المصري برصيد 27 نقطه بعد ان خسر نادي الزمالك من نادي اسوان 2-1. الاهلي وجماهيره، ودايما الاهلي لان الاهلي الزعيم الافريقي ونادي القرن الافريقي. الاهلي الزعيم المصري الزعيم الافريقي نادي القرن الافريقي. دايما الاهلي مطالب بالمزيد وبالانجازات، لان اي انجاز بحققه الاهلي ما بيتحسبش للنادي الاهلي فقط، لا بيتحسب لمصر والكره المصريه. فالاهلي في 1 فبراير القادم على موعد مع التاريخ والمشاركة الثامنة في كأس العالم للأندية في المغرب. المغرب فاز بتنظيم كأس العالم للأندية وهتتنظم في المغرب وهتنطلق ضربة البداية في 1 فبراير القادم 2023. والأهلي هتكون ضربة البداية له مع أوكلاند سيتي. هناك أنباء ترددت في الفترة الأخيرة عن أن النادي النيوزيلندي هينسحب من البطولة، والنادي الأهلي بصفته وتوجه مسؤولونه وخطبوا مسؤولين الاتحاد الدولي فيفا للتأكد من أن النادي النيوزيلندي هينسحب من البطولة ولا لا. ولسه لحد دلوقتي الأنباء غير مؤكدة عن انسحاب النادي النيوزيلندي من مواجهة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية اللي هتجرى فعاليتها على أرض المغرب الشقيقة 1 فبراير القادم. هناك أنباء عن انتقال اللاعب عبد الله السعيد إلى صفوف نادي الزمالك من نادي بيراميدز، وهناك أنباء عن انتقال اللاعب أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي قادما من الجزيرة الإماراتي. كلها أنباء تتردد ولكن ليس لها مصدر من الصحة، اجتهادات وإشاعات بيتداولها المسؤولين و
الإعلام الرياضي المصري، ولكن المؤكد إن الأهلي كبير ونادي الزمالك نادي جماهيري وله كل الاحترام والتقدير من جماهير الكرة المصرية والإفريقية، والنادي الأهلي له كل الاحترام والتقدير من جماهير الكرة المصرية. ولكن الأهلي والزمالك دايما مطالبين ان هم دايما يكونوا في القمة المحلية والقمة الإفريقية. الجماهير الفرقتين دايما بيطالبوا من لاعبيهم ومن مسؤولين مجلس الإدارة القائمين على اللعبة داخل الفريقين، بيطالبوهم دايما بكل جديد وكل مزيد وكل جديد وكل والمزيد من الإنجازات، لأن أي إنجاز بيحققه كل من الفرقتين بيتحسب لتاريخ الكرة المصرية، لأن الأهلي والزمالك دايما بيمثلوا الكرة المصرية، ما بيمثلوش نفسهم. إنجازات الكرة المصرية عديدة وفريدة. فمو صلاح النهاردة 7:30 على موعد مع التاريخ لو سجل هدف في براي فورد. جماهير كرة القدم البرازيلية بتلقي نظرة الوداع على الملك البرازيلي بيليه، جوهرة كرة القدم السمراء بيليه. وجماهير كرة القدم البرازيلية بمختلف انتمائها وميولها وحبها للجوهرة الأسمر بيليه بتلقي نظرة الوداع على الجوهرة بيليه من خلال الاجتماع والاحتشاد داخل ملعب مباراة ولقاء نظرة الوداع على الملك والجوهرة بيليه، وخلال تجمع داخل ملاعب كرة القدم، ومن خلال استطلاع رأي أجراه أحد المواقع كرة القدم والمصرية، محمد صلاح بيفوز برقم 1 خلال استطلاع الرأي بنسبة 85%. بيجي وراه زيزو لاعب نادي الزمالك بنسبة 5%، وشيكابالا في المركز الثالث بنسبة 2%. هي مجرد استطلاعات رأي فقط لا غير، ولكن الأفضل على الإطلاق هو من يحب كرة القدم ويبذل لها ويعطيها كل الجهد والإخلاص.